السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ بص احنا بننوع في الفيديوهات، يعني مرة أكل مرة خروجة مرة كده يعني. بس عشان احنا قاعدين اليومين دول يعني في البيت فبنعمل أكل بقى. فالمهم ايه، احنا امبارح كنا جايبين وجبة كده، وجبة أكل يعني من بره، من مش عارف مطعم اسمه هوك دور ولا ايه. فالمهم طلبنا مثلا وجبة مثلا ايه، سندوتشات كده اسمها ايه؟ شيش طاووق. شيش طاووق، تمام. فالمهم ايه، كانوا جايبين لنا في الوجبه كده يعني رغيف فينو صغير كده، وفي حتتين بالظبط وحته وبصل ومش عارف وحاجات كده كتير يعني. بس حتتين بس، والاكل كان غالي يعني، حاجه غريبه جدا. فالمهم انا لما كنت في هايبر، احنا حرمنا نجيب من بره والله، بس امبارح عشان كنت تعبان اشتريت ده الهمبرجر ده اللي كنت انا وريته لكم، ميرو وريته لكم في المشتريات. فالمهم قلت لها خلاص نعمل اكل في بيتي، تمام، زي بره واحسن كمان وارخص. فالمهم قررنا هنعمل الوجبه دي النهارده، وهنشوف كلفتنا قد ايه، وطبعا فرق الطعم وفرق السعر. ان شاء الله ويعجبكم باذن الله الفيديو ده بإذن الله، بس كملوا للاخر. النهارده ويا رب ميرو معايا بتساعدني برضه، بس انا هوريكم بقى الخطوات. والله ان شاء الله يبقى شهي واحسن من بره بكتير باذن الله. بس تابعونا للاخر وحطوا لايك. بصوا يا جماعه بقى، احنا ما لقيناش الفينو، فطلبنا بقى من طلبات، يعني الراجل ده بيعبي الحاجه وجاي، فبعتنا نجيب فينو شويه حاجات بسيطه كده، وبعد كده هو جاي في السكه ان شاء الله. ربنا يعينك يا ابني. بس انجز بقى عشان احنا ايه مطلعنا الاكل، ها انجز بقى. يلا يا حبيبي. ده الهمبرجر اهو يا جماعه، انا كنت شاريه ب 160 جنيه، بس ده يعني بقري اهو، بس مكتوب عليه حتى برجر بقري، تمام. وانا طبعا في هايبر كنت شاري فينو بالمنظر ده كبير. فميرو قالت لي طبعا ايه يعني يعني ده مش هينفع في البرجر ده. فاشتريت اللي هو الفينو العادي ده، بصوا اهو. استنى افتح لكم بس. بصوا يا جماعه، اشتريت الفينو ده، فحسيت طبعا اللي هو ايه برده مش هيمشي مع البرجر ده، هيبقى صغير جدا. بصراحه احنا كنا عايزين اكله كامله، قلت له معلش جيب اللي هو الفينو التاني. تمام. والاكله بتاعت امبارح كان فينو زي ده بالظبط كده، في حتتين بالظبط صغيرين ومش المهم. فالمهم اشترينا بقى من طلبات اهو. بصوا يا حبايبي، ده ب 14 جنيه يا جماعه. تمام. كان امبارح عاملين عيش زي ده كده، 6 سندوتشات كانوا ب 200 وشويه. انا مش فاكر الصراحه السعر، بس يعني 6 سندوتشات ب 275 حاجه زي كده، صح كده؟ 270 او 200، المهم يعني في الرينج ده. فاشترينا الكايزر ده، قالت لي عشان نعمل، وهات جبنه معاك وانت جاي، الجبنه اللي هي دي بتتحط مع الحاجه. المهم، وطبعا عندنا كابوتشا اللي هي الخاصه دي اهي. ومروه بتحضر بقى البصل بتحضر البصل. هوريكم دلوقتي. بصوا يا جماعه، يا ميرو ازيك يا حبيبي عامل ايه؟ بصوا بقى، حضرت فلفل. انا عاده مش بنحب الفلفل كتير، بس انا حضرته. قلت ايه عشان برضو ايه عمادي عايز يحطه نخليه في السندوتش. ماشي. ودي قوطه اهي، ودي طماطم، ودي شرايح بصل، تمام. مروه قالت لي انا هكرملهم. لا، دول اللي هيتحطوا عادي، دول بقى هيكرملوا في الطاسه كده، تمام، يدوا طعم حلو قوي. في جبنه رومي هنا لو حابين نحط، وخيار مخلل. خيار مخلل كان عماد جايبه يعني. تمام. يعني هنعمل واحده واحده كده ونوريكم الخطوات ان شاء الله. هقطع بقى الخيار المخلل ده حلقات كده. بصوا هنعمل سندوتش كامل ومكمل ان شاء الله. يلا بينا. حضرنا طاسه اهي، تمام. ويا ريت تكون يعني بالشكل ده تيفال عشان ما تلزقش تمام. دلوقتي بنحط شويه زيت خفيف جدا يا حبايبي، وانتوا هتمشوا الطاسه كلها كده بس، فاهمني؟ كمان عايزه اقول لكم حاجه، ان الوجبه دي اليومين، يعني احنا هناكل منه النهارده وبكره ان شاء الله هيقضينا ان شاء الله. ما شاء الله. بتقديه لا، عشان برضو ما تحسوش ان انت صرفت على الفاضي. هتقضينا يومين كل ما واحد. شاء الله دي لحمه اهي. وان شاء الله لو انتوا عايزين الطريقه في البيت والله هعملها لكم. احنا عماد كان جايب لحمه مفرومه باذن الله. لا لسه شويه. طب ماشي، ما تخافيش. عماد راح يحط كده، مش هيستنى اما يسخن. ماشي. طب تعالوا بقى اوريكم حاجه حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم تسمعوا التش دي، لازم الصلصه حط واحده كمان كويس جدا. احنا مش هنحط اكتر من 2 بحيث ان هم يبقوا براحتكم. بس هنعمل هنا. بصوا الكاتشب اهي، الكاتشب بالمايونيز. بصوا ده بقى اللي احنا هنعمل فيه. لا كل خليه لوحده، انا ما بحبش الاثنين على بعض. لا يا خالتي، لا ما بحبش يا حبيبي ما تخافش، ده احنا هنعمل كميه بسيطه جدا، ده هندهن بيها العيش قبل ما نحشيه اهو. هنقلب كده مش كتير. بصوا احنا عاملين حاجه على القد.
احنا يعني مش ندهن بيه العيش. هندهن بيه العيش قبل ما نحشي. عملنا تلبك معه. ليه والله ده جميل جدا. اوكي حبايبي بقى البرجر اهو بيتحمر، وانا هنا قلت اكمر البصل على اكرمله على جنب كده عشان ياخد من طعم الدهون اللي فيه. فاهمني؟ ان شاء الله يبقى طعمه عسل احلى من بره 100 مره كمان. اكيد طبعا والله اكيد. بصراحه انت لما تظبط الحاجه وتدي حقها تطلع لك الحاجه تمام. مية كده البرجر اهو، بس ما شاء الله شايفين لونه حلو ازاي. تمام ماشي. وهنا ده كاتشب لوحده وده كاتشب بمايونيز زي ما عملناه، وادي البصل المكرمل. تعالوا بقى في خطوه تاني اللي بعد كده، هو ان احنا ايه البرجر زي ما انتوا العيش يعني الكايزر لازم ايه اسخنه كده عشان برضو يبقى الساندوتش كله ايه سخن. محمص كده يبقى حلو كده. بصوا يبقى حلو قوي. يلا بقى طلعي الباقي. طيب اول حاجه بصوا هنجيب بقى العيش كده الكايزر. تمام كده. بس كفايه. انتوا براحتكم بقى. وهحط طماطم من جنب كده، ونحط برضو شرايح البصل دي. العمده مش بيحب البصل الني كده بس انا بحبه يعني. اهو ممكن نحط واحده طماطم تاني بحيث ان نساوي. لا كفايه قوي كده. تمام. حط بقى خس. اهو حط خس. ماشي. حط خس. ماشي نحط واحده خاصه. خاصه مش كتيره. ماشي. حطيت الجبنه؟ جبنه لسه. الجبنه فوق ماشي. فوق البرجر. بعد كده البرجر بصوا بقى ممكن تحطوا واحده كده او ممكن تقسموها لان انا هقسمها لاني بسم الله ما شاء الله العيش صغير والبرجر كبير. تمام فهقسمها ثاني. قسمتها اهو زي ما انتم ما شايفين. تمام كده. واحط بقى الجبنه. بصوا بقى شكله عامل ازاي. ممكن بقى ايه تديها تسخينه بسيطه لو انت عايزه الجبنه تسيح. هو طبعا شكله مش عاطفي زي بره. لا بس بس والله بقى يعني طعمه كفايه طعمه اقسم بالله هيبقى حكايه. يلا نعمل واحد تاني. بالبرجر بقى كام. نحط بقى ده. انا عايزه اوريكم بقى الخيار. هات الخيار يا عماد معلش من وراه. حط بقى الخيار اهو. بصوا انا قطعته حلقات كده. ماشي. حط واحده بقى كبيره. حط واحده كبيره. ايه ما تحطيش قطه كتير كده يا ميرو. انا بحبه. ماشي اعمل انت اللي انت عاوزه. حطيها كلها بقى. لا ليه كلها. ماشي يلا. اهو ما انت عايز تحط حلقه ماشي. البصل كامله. حط بقى واحده الكايزر كلها كده اهي. تمام. جبنه. قبل الجبنه بقى هحط بصل مكرمل عشان ايه طعمه بيبقى حلو قوي قوي قوي. وجربوها بيبقى حلو جدا. وطبعا البصل بس كفايه كده. ما اعرفش مين بيحب زي البصل في الاكل والثوم. انا بعشقه. اهو ونغطي بقى. ارفع كده ارفع كده ارفع اهو كده. اهو ماشي. جوعتينا يا ميرو. حكايه. بصوا والله ما يفرق عن بره حاجه. احلى من بره بكتير. هنجمع بقى ونوريكم في الاخر. تمام يا جماعه احنا خلصنا اهو. بصوا عاوز اقول لكم والله ريحته حكايه. ده بقى عشان كان بايت العيش. ثواني بس. كان بايت العيش فانا عملت في ده في الصاروخ ده. يلا يا ميرو. والله نديها بقى. بصوا شكله ملخبط شويه بس انا بقى متوصي بيه شويه. بصوا بس والله شكله حكايه حكايه حكايه. ميرو بقى جريت عشان تاكل. بيقولوا لي ايه رايكم بقى يا جماعه. استنوني بقى في الحلو بقى. بصوا احنا بعد كده هنعمل بقى الحلو زي ما اتفقنا عشان الاكله دي كانت مشبعه جدا بس طبعا حاميه بس والله العظيم اجمل من بره بكتير. والله مش عشان احنا عملناه بمراحل. الاكل اللي في البيت اللي بيتعمل في البيت ده تحفه بجد بجد والله العظيم. يلا بصوا انا كنت جايب كيلو موز فادخلكم ب 10 جنيه. بصوا هناخد يعني شويه منه على قدنا. هعمل بقى مشروب كنت انا بحبه قوي انا وميرو. هعمل موز بلبن. ما زلنا بنحبه. عاوز اقول لكم والله العظيم العصير المفضل والرخيص بالنسبه لي. طعمه جميل جدا والله بجد. تحفه. موز باللبن. موز باللبن ده ويرطب كده او بالحليب يا جماعه عشان الاكله دي برضو ايه فيها حماوي شويه كده. او بالحليب. ممكن تعملوه ممكن تعملوه زي زبادو كده. بس هو الاسم الحقيقي اصلا في القران لبن عشان تعرفوا يعني. تمام. هنزل بس شويه البتاع. ادي الموز وادي الحليب العمده كان حاطه ساقع. انا سقعته شويه. بصوا تمام. هنحط بس شويه سكر بس صغيرين مش كتير يعني. تمام. الحليب اهو. ولو انتم ممكن تحطوا زبادي. ممكن تحطي زبادي اللي هو الروب يعني يبقى زي الزبادو عشان يعني بصوا يتضرب. استني بقى لما يتضرب الصوت. تمام.
شويه بس. يلا يا جميل، يا جمال ويا جمال ويا جمال، يا سيدي على الجمال يا سيدي. بس نشرب بقى من دوق. عندنا دوشه يا جماعه، سابوا النهار كله جايين يشتغلوا بالليل. بس يا رب يعجبكم، والله تحفه. جربوها يعجبكم جدا، بس قللوا فيه السكر يبقى حلو قوي.